شعبي غير مسبوق، وراه في دعوات أن الناس تخرج هذا 8 أوغست 8 أوت، وراسلني الكثيرين. شوف أنا رأيي في الموضوع هذا، متى تستطيعون أن تخرجوا خرجوا، متى تستطيعون أن تثوروا. السلام عليكم خوتي خواتاتي. كيما سمحتوا هذاك اللي راه قال لهم خرجوا خرجوا ما خرجوا، على ما رحت معاهم وخرجت انت؟ على نتوما اللي راكم في الخارج ما طلعتوش الجزائر، حكمتوا الطياره وخرجتوا؟ لو كان خرجتوا نتوما على تحوسوا تطبعوا ولاد الجزائر يخرجوا، ولاد الجزائر ما خرجوش. ونزيدكم à ceux qui disent tu n'iras jamais loin, je réponds du moment que je suis loin de vous c'est déjà bien. l'Algérie راهي بعيده عليكم، ضلوا تعايروا في الجزائر يا المنافقين، ضلوا تعايروا في الدولة الجزائرية. كاين اللي فيكم هادولا في السوشيال ميديا تعايروا الشعب الجزائري، راكم بعاد على الجزائر، الجزائر راهي بعيدة عليكم، تهنت منكم وتهنت من الفوضى تاعكم. إلا بغيتوا تطلبوا شي حقوق طلبوا حقوق في البلاد اللي راكم ساكنين فيها. ما الجزائريين راهم على بالهم شا غادي يديروا في بلادهم، ما تخصوش الناس يجوا يقولهم ديروا الفوضى وديروا هادي وديروا هادي، وانتم تحوسوا غير كاش ما تدخلوا لا جونيس تاع الجزائر في الحبس تدمروهم، ومتالي تروحوا تقولوا بلي الدولة الجزائرية شوفوا شا دارت. يا الجزائريين فاقوا لكم، صاي فاقوا باللي نتوما راهم مخلصكم على بالك، بلا ما نعاودوها ونخلطوها. ما كانش فيديو تاع ود بلادي اما في الجي اما في وهران كاين كاع صوتوا لهم لي فيديو تاعهم، ضيقت لكم صوتوا لهم لي فيديو. شفنا كادر تروطيان دار فيديو قال لهم راني قارح فيكم وين راكم باش نخرجوا. نتوما اللي راكم تطلبوا الجزائريين من الخارج، تطلبوا الجزائريين يخرجوا في بلادهم، كادر قالها ارواحوا راني قارح فيكم باش نخرج، وكي شافكم ما جيتوش ضرب فيها فطور في ريستوران والدنيا هانيه. بصح شوفوا الجزائر. السلام عليكم، كيف حالكم؟ اتمنى انكم بخير. انا الان راني بالضبط في ساكري كور في وسط العاصمه والكنيسه المقدسه. أنا رايحين نكتشفوا هل الجزائريون خرجوا ولبوا نداء كاميليا ورد، وبعض من يدعون أنهم معارضون ويتكلمون باسم الشعب الجزائري. هذا هو. هذه هنايا في وقت سابق كانت الساحات مليئة جدا 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 بالناس. هل الآن نفس الشيء أم لا؟ هذه العاصمة آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا سخاء من كل مكان. هذه هنا في ديدوش مراد. وقلنا في وقت سابق بأن الجزائريين من سابع المستحيل أنهم يخضعون أو يلبون نداءات مجهولة، نداءات لا تصب مصلحة البلاد ولا مصلحة الوطن. واللي عنده مشكل مع الدولة ولا مع النظام ولا مع الحكومة ولا مع وزير ما يصفيش بفم الشعب الجزائري. والشعب يقول لكم لا نأكل أو لا تأكلوا الشوك بفمنا. الحمد لله اليوم الجزائريين أنا خرجت منذ لحظات من المسجد، المساجد مملوءة، الشواطئ مملوءة، الناس رايحة في عطلة في استجمام، لا حراك ولا هذا الأمر. حتى تعلموا العاصمة نكتشفها مع بعض، يعني حتى تعلموا بأن كل ما يتم الترويج له في وسائل التواصل الاجتماعي مجرد هرطقات ومجرد أمنيات هم يتمنون أن يحصل هذا الشيء في الجزائر، ولكن لا يوجد. حتى التعزيزات الأمنية قليلة جدا جدا جدا. هذا الشارع بالذات قبل في 22 فبراير 2019 كان مليء. أين هم؟
الجزائريون يعني يتنعمون يتجولون، لا حراك لا هم يحزنون.